انت بتتفرج على شروحات كل يوم ليل نهار، وكمان متابع كل قنوات الكودينج، وعملت ابلكيشن تو دو ليست وعملت 5 زيهم كمان، وحاسس برضو انك انت لسه مبتدئ. اول ما بتقف مع نفسك وبتقول ان انا عايز اكتب كود، فعلا ما بتعرفش تبدا منين. وكمان لما يقابلك بج او ايرور بتروح ماسكه كده من غير حتى ما تشوفه، ترميه على شات جي بي تي او ستاك اوفر فلو من غير ما تفهم اصل المشكله. انت هنا بتتعلم بس ما بتتطورش. فلو حاسس ان الكلام ده عشانك وحابب ان انت تعرف حل المشكله دي، فان شاء الله ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس بكل بساطه، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه اتعلم ببساطه، ومبسوط جدا ان انا شايفك في الفيديو ده. ما تقلقش، انت مش لوحدك، وان شاء الله بعد ما تخلص الفيديو ده هتكون عرفت حل المشكله، وباذن الله هديك خطوات عمليه تقدر ان انت تطبقها من بدايه النهارده. فتعالى نشوف مع بعض دلوقتي ايه هي اصل المشكله. التعلم لا يعني التقدم الحقيقي. يعني ايه؟ ناس كتير فاكره عشان انت اتفرجت على حاجه يبقى انت كده اتعلمتها. اتفرجت على شروحات بايثون مش معناه ان انت اتعلمت بايثون. اخدت كود من جيت هاب وحطيته عندك في المشروع بتاعك مش معناه برضو ان انت فاهم هو بيعمل ايه وايه اللي بيحصل وراه. لو خلصت 100 يوم تحدي برمجه مش معناه برضو ان انت بقيت مبرمج. زي بالظبط لما تتفرج على ماتش كوره كل يوم، مش معناه ان انت لما تنزل الملعب هتعرف تلعب كوره. نفس الفكره هنا، ان انت تتفرج على كود مش زي نهائي لما تكتبه بايدك. تعالى دلوقتي نشوف رحله علي ومحمد اللي استمرت لمده 6 شهور في تعلمهم للبرمجه، ونشوف كل واحد فيهم وصل لفين. لو نفسك تتعلم برمجه من الصفر وبطريقه سهله، دلوقتي تقدر تبدا من خلال كورس جافا على منصه اتعلم ببساطه. الكورس معمول مخصوص للمبتدئين، وهتمشي فيه خطوه بخطوه لحد ما تكتب اول كود بنفسك. كمان هتاخد كتاب خلال الكورس يساعدك تطبق وتفهم اكتر، وتكون جاهز تدخل عالم البرمجه وانت فاهم الاساس صح. رابط الكورس تحت في وصف الفيديو وعليه خصم 40%. رحلة علي إن كل يوم بيتفرج على توتوريال خاصة بالبرمجة أو شروحات يعني للبرمجة، وبيحل كام مسألة كده من وقت للتاني كبروبلم سولفينج يعني. وكمان بيعمل حاجة حلوة، إن هو مرة يدخل في جافا سكريبت فما يكملهاش، فينقل على سي بلس بلس فما يكملهاش، فينقل على بايثون فما يكملهاش، ويبدا ان هو ياخد معلومات كده بسيطه خالص من كل لغه. وشويه يلاقي ان الذكاء الاصطناعي ترند فيقول خلاص انا هتعلم اي اي، ومره يقول لا انا هتعلم سايبر سيكيورتي، مره يقول لا انا هتعلم ويب. وكمان لما ربنا يهديه كده ويقول ان انا عايز اعمل مشروع على الحاجات اللي انا اتعلمتها، فبيعمل نفس المشاريع اللي هو عاملها في الاول. علي بيخاف جدا من الايرورز او من الاخطاء. حرفيا لما بيقابل خطا عنده في البرنامج اللي هو شغال عليه بيغمض عينه، بيمسك الايرور ده يرميه على شات جي بي تي، يغمض عينه برضه، ياخد الحل يرميه عنده في البرنامج ويدوس رن. لو اشتغل يبقى كده 100 100، لو ما اشتغلش يعمل نفس الموضوع تاني. علي بيقول بعد 6 شهور ان انا ناسي حاجات اساسيه في البرمجه، ومش عارف اقول على نفسي انا اتعلمت ايه، وكمان مش عارف ابدا في مشاريع، ولو بدات في مشاريع فانا ببدا في مشاريع بسيطه خالص، يعني حرفيا ما بتعملش اي حاجه. فتعالى دلوقتي نسيب علي وندخل على رحله محمد. محمد بقى قال لك ايه؟ قال لك لا، انا هبدا ازاي؟ انا مسكت لغه برمجه معينه، اخترت اي لغه وبدات ان انا اركز عليها. بس بعد ما اتعلم شويه محمد فكر مع نفسه كده وقال هو انا محتاج ايه يساعدني في الفتره دي؟ انا عاوز اعرف انا كل يوم بصرف كام، ويعمل كده احصائيات، يجيب له الاسبوع انت صرفت فيه كام، والاسبوعين والشهر والشهرين وهكذا. بس بدل ما يحمل الابلكيشن ده او يستخدم اي برنامج شخص تاني يعمله، قال لا انا اللي هعمل البرنامج ده. بدأ فعلا ان هو يعمل البرنامج، كان فيه باجز وكان فيه اخطاء كتيره جدا، وحرفيا ما كانش عارف اصلا يبدأ منين. بس كانت عنده الفكره اللي هو عايز يعمل حاجه لنفسه تساعده هو. على الرغم ان الموضوع كان صعب، بس محمد اتعلم من الموضوع ده حاجات كتيره جدا جدا جدا، وكمان بدأ ان هو يكون فخور بنفسه، وفعلا قدر ان هو يمسك حاجه كده في ايده ويقول انا عملت الحاجه دي. ما يقولش لواحد صاحبه مثلا ان انا اتعلمت لغه سي بلس بلس او لغه بايثون، يقول له لا انا عملت الابلكيشن ده او عملت الموقع ده او عملت البرنامج ده او ايا كان. المميز كمان ان محمد بدأ ان هو يكتب كومنتس او تعليقات على الاكواد اللي هو بيكتبها عشان يفتكرها، وكمان يبدأ ان هو يشرحها لنفسه. ولما بيجي يتزنق في اخطاء معينه ما بيجريش على جوجل على طول يبدأ ان هو يحلها او شات جي بي تي، لا بيحاول ان هو يفكر فيها الاول، وبعد كده لو ما وصلش الحل هيبدأ ان هو يشوف بقى يبحث على جوجل والكلام ده كله. وفي حاجة برضو حلوة محمد بيعملها، بس هي بتبقى رخمة بس في البداية عشان هي بتحتاج عادة، وهي انه كل اسبوع بيكتب هو اتعلم ايه وايه الاخطاء اللي حصلت معاه، ويبدا يطور من نفسه ازاي في المجال ده. وبعد نفس الست شهور محمد بقى عنده مناعه من البرمجه ومناعه من الاخطاء، وعنده ثقه في نفسه ان هو يقدر يدخل في مشاريع تانية، والمشاريع دي طبعا هتبقى اكبر من المشاريع اللي هو عملها. وكمان بيقول حاجه مهمه: اختار مشروع انت مش عارف تعمله وابدا فيه، بلاش تمشي ورا التوتوريال. الاتنين هنا مروا بنفس الوقت في التعلم. محمد بقى عنده ثقة في نفسه في البرمجة وبدأ ان هو يعمل فعلا مشاريع حقيقية، وعلي لسه بيشوف هي جافا سكريبت احسن ولا لغة سي بلس بلس. تعال نلخص بقى المشاكل دي بسرعة، وكمان ناخد خطوات عملية نقدر ان احنا نبدأ فيها من النهاردة.
ما تقلقش، الموضوع فعلا بسيط، ولو بدأت من النهارده فعلا الموضوع هيفرق معاك كتير جدا. المشاهدة لا تعني التطبيق، والنسخ لا يعني الإبداع. ناس كتيرة بتتفرج على فيديوهات كأنها بتتفرج على فيلم، بيمشوا معاها خطوة بخطوة بس من غير ما يسألوا نفسهم ليه؟ إيه اللي هيحصل هنا لو أنا بوظت الكود؟ ليه الحتة دي اتكتبت كده؟ ما بيطبقوش بإيديهم. الحل: حول أي توتوريال أو أي شرح أنت بتتفرج عليه لتحدي. إزاي؟ لو أنت مشيت حبة حلوين في الكورس اللي أنت بتاخده ودخلت على الفيديو اللي بعد كده، حاول إن أنت ما تتفرجش عليه أو تتفرج على أول دقيقتين بس تفهم هو الinstructor أو الشخص اللي بيشرح عاوز يقول إيه، وابدأ اقفل الفيديو وحاول أنت تعملها بإيدك. الحاجة اللي هو عايز يعملها اعملها أنت بإيدك من غير ما تتفرج على الشرح. بنسبة كبيرة مش هتعرف، بس على الأقل اسمك حاولت، ولما تيجي تتفرج على الفيديو فعلًا هتكون مركز هو أنا غلطت في إيه وعايز أفهم الحتة دي اتعملت إزاي. طب لو الموضوع ده ما نفعش معاك وكان الفيديو طويل، مثلًا هنفترض إن هو 20 دقيقة، دماغك هتكون صعب عليها جدًا إن هي تطبّق على ال20 دقيقة كاملين. فأنت حاول إن كل 5 دقايق من الفيديو تبدأ إن أنت تقفله وتطبّق على ال5 دقايق اللي أنت اتفرجت عليهم. هنا أنت بتضحك على دماغك حرفيًا، بدل ما تطبّق على 20 دقيقة يعني حاجة كبيرة، وعقبال أصلًا ما توصل للدقيقة 20 هتكون نسيت هي الدقيقة رقم 5 كانت بتتكلم على إيه والّا الدقيقة رقم 3، فهتضطر إن أنت تعيد الفيديو من الأول. فحاول إن أنت تطبّق أو تقسّم الفيديو لأجزاء كده صغيرة تبدأ إن أنت تطبّق عليها. الحاجة دي مهمة جدًا وهتفرق معاك بشكل كبير، وفعلًا هتحسّسك بالإنجاز، وهتحسّسك إن أنت يعني كده وقت التطبيق راح كده، اللي هو إيه، أنا الحمد لله إن أنا طبّقت. الحاجة اللي بعد كده اللي معانا وهي الخوف من الأخطاء أو الbugs. أنت ما بتخافش من الأخطاء عشان هي لونها أحمر، أنت بتخاف من الأخطاء عشان أنت بتشوف حقيقة نَفْسك، اللي هو طبعًا الشيطان هو اللي بيهيّأ لك كده يعني، بيقول لك والله بُص مستواك مش كويس، أنت مليان أخطاء بقى وكل الأكواد بتاعتك كلّها خطأ، ففُكّك من البرمجة دي كلّها. مع إن حرفيًا الحاجة اللي المفروض تكون موقن فيها في البرمجة إن هي مليانة أخطاء. ما فيش بني آدم في البرمجة ما بيغلطش، ده أصلًا أنت كل وقتك معظمه حل مشاكل، والبرمجة أصلًا تعريفها إن أنت بتحل مشاكل، فالمشكلة دي ما هي عبارة عن أخطاء، فأنت بتحل الأخطاء دي، فمش هيظهر معاك أنت أخطاء ليه؟ حاول بس على قد ما تقدر إن أنت تفكّر في الخطأ أو تقرأه قبل ما تبعته لChatGPT، لإن الخطأ ده ممكن يبدأ إن هو يظهر معاك بشكل كبير، وكل مرّة تحس إن أنت أول مرّة تشوفه، لإن أنت فعلًا ما بتقرأهوش، أنت بترميه على ChatGPT، بتاخد الحل بتاعه نسخ وترميه عندك في البرنامج، فالبرنامج بتاعك يشتغل. فما تخافش من الأخطاء، أنت كل يوم لمّا بيظهر لك أخطاء أنت فعلًا كده بتتعلم. الحاجة اللي بعد كده بتاخد أسبوع HTML وبعدها أسبوع Python، أسبوع C++، وتفضل تتنطط ما بين كل تراك والتاني. وطبعًا الموضوع ده غلط جدًا، ودي أصلًا متلازمة اسمها متلازمة الحاجة اللامعة، إن أي حاجة كده بتلمع في عينيك بتبدأ إن أنت تروح لها أو تبدأ إن أنت تتعلمها. طبعًا الكلام ده غلط. الحل إن أنت تركّز على stack أو حاجة واحدة بس تبدأ إن أنت تتعلمها وتعمل عليها مشروع و2 و3، ولو عايز بعد كده تعمل switch أو تبدِّل ما بين الحاجة دي وحاجة تانية عايز تتعلمها، عادي جدًا. لإن أنت كل مرّة بتبدأ في حاجة جديدة فأنت بتعمل reset أو بتبدأ من الأول، لإن أنت مثلًا بتبقى موجود هنا وبعد كده توصل لهنا. لو عايز تبدأ في حاجة جديدة فأنت بترجع تبدأ من الأول، توصل لهنا. طب أنا هاكمّل بقى عشان أستمر وأشوف الحاجة اللي أنا عايز أتعلمها، لأ ترجع تاني من الأول لو أنت هتبدأ في حاجة جديدة. فحاول على قد ما تقدر إن أنت تعمل مشاريع قبل ما تنقل على حاجة جديدة أنت عاوز تتعلمها. وده اللي هينقلنا للحاجة اللي بعد كده وآخر حاجة خلاص، وأهم حاجة. الشروحات أو الtutorial بتدّيك خطوات منظمة ومرتبة وحاجة كويسة جدًا، لكن المشروع الحقيقي بيحط قدامك خطوات غير مرتبة وكمان بيورّيك مشاكل واقعية، ومفروض إن أنت تمسك الكلام ده كله وتبدأ تتعامل معاه. فدي الحاجة اللي هتعلمك. ولو عايز تتحمس في عمل المشاريع فشوف أنت محتاج إيه وابدأ اعمله. ما تقولش إن أنا محتاج أعمل لعبة مثلًا معيّنة وأبدأ أنزّلها على الPlay Store واللعبة دي تكسّر العالم والكلام ده. لأ، حاول على قد ما تقدر تبدأ بسيط الأول بس شوية، حاجات أنت في حياتك الشخصية، حياتك الاجتماعية أيًا كان محتاجها، تبدأ إن أنت تعملها. مثلًا أنت بتاخد vitamins كل يوم، فاعمل application إن هو ينظّم لك الvitamins دي وتاخدها كل يوم الساعة كام وإيه الأيام اللي أنت هتاخدها فيها، وكمان تعمل notification إن هو يبدأ إن هو يظهرها لك في الوقت المناسب. عايز تشوف أنت بتصرف كام، فاعمل application للموضوع ده. كل أمّا تكون عاوز تعمل حاجة ليك، فأنت فعلًا هتتحمس إن أنت تكمّل المشاريع دي. طيب حاجة بقى تلخّص كل اللي إحنا قُلناه ده، وكمان تعرّفك إزاي تتعلم أي حاجة جديدة. اتعلم، جرّب، بوّظها، صلّح، اشرح. اتعلم، اتفرّج على شرح أو اقرأ مقالات في الحاجة الجديدة اللي أنت عاوز تتعلمها. جرّب، اكتب أمثلة بنفسك من الصفر. بوّظها، حاول إن أنت تبوّظ الكود اللي أنت كتبته عمدًا، اللي هو بإيدك تبوّظه وتبدأ إن أنت تصلّحه. اشرح، يا إما تشرح الحاجة دي لنفسك، أو لو أنت عندك القابلية إن أنت تشرح لحد تاني، ففعلًا الحاجة دي هي اللي هتعلمك. اتعلم، جرّب، بوّظ، صلّح، اشرح. 5 حاجات لو طبّقتهم فعلًا هيفرقوا معاك بشكل كبير جدًا.
وبس كده، دي كانت كل حاجة كنت حابب اللي أنا أقولها في الفيديو ده. يا رب تكون كل حاجة سهلة جدًا وبسيطة جدًا بالنسبة لكم إن شاء الله، ويعني لو عجبك الفيديو فيا ريت بقى تعمل الحاجات الحلوة اللي أنت على طول دايمًا بتعملها، وتقول لي إيه رأيك برضه في الcomment يعني، وتقول لي برضه محتاج إيه الفترة اللي جاية، وزي ما قُلت لك برضه في خصم 40% على كورسات اتعلم ببساطة هتلاقيها تحت في الdescription وفي أول comment. يا رب تكون كل حاجة سهلة جدًا وبسيطة جدًا بالنسبة لك، وإن شاء الله أشوفك في فيديوهات تانية جديدة. يالّا، سلام عليكم.